يعني مثلا مجال الجي دي ان تي ده في انجينيرنج فظيع جدا، في علم جامد مم. قوي، في حسابات، وناس في بتعمل له شيتات كتب في اكسل. القصه دي، لك كتب وممكن بقى كبيره حد كده. اه. يوصل. اه. وممكن حد يوصل بقى ليفل اعلى ويعمل حاجات بقى بروجرامنج ويطلع ارقام اوتوميتد على طول. فلا، المجال واسع. يعني برضو انا كنت شغال قبل كده في حاجات في اندستري ليها علاقه ببلاستيك ديزاين، ليها علاقه بان احنا كنا بنعمل منتج، والمنتج ده كان فيه بلاستيك، حاجات بلاستيك مم. تحتاج اسطمبات وحاجات الى ما الى ذلك يعني. مم. المنتج البلاستيك اللي احنا كنا بنبعته للمصنع عشان يصنعه لنا، لو احنا، او احنا في الاول ما كناش عارفين الجي دي ان تي ده، ما كناش بنحط الرموز بتاعته. مم. فطبعا المنتج كان بيجي لنا ويجي يركب على بعضه حاجه في غايه السوء. تلاقي بقى في تمويجات في السطح وبلاوي، حاجات بقى اه. بايظه خالص. مم. بدانا بقى نتعلم الجي دي ان تي، وبدانا نحط للمصنع الجي دي ان تي بقى، سواء مم. حطيناها صح او حطيناها غلط. الموضوع فرق جامد جدا. ليه؟ لان المصنع خلاص بقى انا حكمته، قلت له بقى لا والله انا بدل ما كنت بتعملي الحاجه دي بمزاجك، لا انا عايزك تعملها لي بالحته دي. فطبعا الموضوع راح في حته تانيه خالص. حتى انت لما تيجي تشوف رسومات ناس عامله لك من بره مصر وتيجي تبص عليها، تلاقيه حاطط لك عليها جي دي ان تي. اه. يعني دي انا اول حقيقه. شغلانه اشتغلتها اول ما اتخرجت خالص، اول شغلانه اشتغلتها اول ما اتخرجت خالص، كنت شغال في حاجات بتاعت كاستنج، حاجات مسبوكات وكده. فكان مم. مطلوب مني ان انا معايا لوح 2 دي دروينج جايه من المانيا، وكان مطلوب مني ان انا ارسم الحاجات اللي موجوده في اللوح دي. فانا كنت ببص، اللوحه كلها فيها رموز بتاعت جي دي ان تي، وانا مش عارف ايه دي اصلا، ايه الحاجات دي، كنت ساعتها شفتها ما كانش حد كلمني عليها قبل كده. مم. دخلت دورت عليها وعرفت بقى ايه دي، وعرفت الموال اللي وراها وبتاع. فطبعا لا، يعني الموضوع ضروري، ضروري جدا. وموضوع فعلا اللي يبين الميكانيكال ديزاين الفاهم مش الفاهم هو التو دي دروينج. عاوز تعرف انا شاطر ولا مش شاطر؟ بص على التو دي دروينجز بتاعتي، شوف مم. انا بخرج اللوحه عامله ازاي، شوف ان انا بفولو شويه الستاندردز اللي المفروض افولو ليها ولا لا، ولا انا عامل ايه كلام وخلاص. هي دي الحاجات اللي تعرفك انا فاهم ولا لا. هي دي الحاجات اللي تعرفك انت ميكانيكال ديزاين انجينير فعلا، ولا انت واحد بتمشي كده. مم. فاهم؟ دي حقيقه. دي حقيقه يا ف ف باشمهندس. فالشخص في الاخر، الشخص في الاخر اللي هيطلع من الكليه لو هو عرف يطلع 2 دي دروينج محترم، لو عرف يجيد ايا كان التول اللي هيشتغل بيها اللي تطلع 3 دي موديل، لو عرف يبقى عنده الديزاين ثينكينج مايند سيت، ان هو يعرف يفكر الحاجه ازاي هيبداها، الحاجات دي كلها تخليه تارجت لاي شركه انها تشغله. ليه؟ لان هو الراجل ده فاهم يعمل ايه، هو الراجل ده مم. عنده العلم وعنده المايند سيت وعنده التولز اللي يقدر ينفذ بيها العلم اللي بتاعه ده. فخلاص هو الشركه عايزه ايه تاني؟ الشركه بقى هتاخدك وتعلمك، ممكن كمان اضيف يا الشركه هتاخدك باشمهندس. وتشوف ناقصك ايه وتديهولك. الشركه ممكن ممكن برضه اضيف نقطه انا شفتها في اكتر من جوب ديسكريبشن وتول، على حاجه انا شايفها مهمه جدا، هي سكيل مش تول. كتير 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 ما عندوش فكره ان يعمل، يعني يعمل زوم اوت طبعا على جزئيه ال 2 دي او اي جزئيه جي دي ان تي، نعمل زوم اوت كده. الفكره نفسها ان انت تعمل ريسيرش، تشوف الحاجه لو مش عارفها ازاي تطور. يعني مثلا انا عارف ان انا هعرض 2 دي بتاعي، اه لا ازاي اطور، ازاي إني اطور في الجزئيه بتاعتي دي، ازاي نعرض بشكل افضل، ازاي دايما تكون بتسعى انك تعمل ريسيرش الحاجه، ازاي تسعى انك مثلا لما تسمع حاجه تدور عليها. إيه انت مثلا طبعا في ديزاين في مجالات مختلفه، كل مجال ده ليه سبيسيفيكيشن بتاعته تعمل ريسيرش عنها. حاول دايما يكون الريسيرش سكيل عندك شغاله. دي نقطه مهمه جدا، كتير من الشباب الصغير مفتقدها. فكره ان هو لا هت... انا هسال وخلاص، انا هبعت لباشمهندس محمد ابراهيم، انا عارف ان باشمهندس محمد ابراهيم ميكانيكال ديزاينر، باشمهندس هو ايه الجي ان تي ده؟ انت حتى ما تعبتش نفسك انك شفت فيديو 3 دقايق بيقول لك ايه جي ان تي، مش بقول لك ذاكره، اقرا ده ايه. بالظبط. وعايز اقول لك على حاجه كانت دايما كلمه بتتقال لنا في الكليه، ان دلوقتي يا جماعه العلم ببلاش. واحنا في الكليه كان يتقال لنا العلم ببلاش، لكن اول ما تتخرج مفيش حاجه ببلاش. انا انا دي انا حقيقة. شخصيا، انا شخصيا وقعت في الموقف ده لما اتخرجت. العلم ما بقاش ببلاش. انا دلوقتي عشان اعرف معلومه، لو الشخص اللي قدامك ده مش مقدر ان انت طالب او ايا يكن ايه، هو هيستغلك، هيقول لك عايز فلوس، وحقه. مم. في الاخر انت بتاخد من وقته، بتاخد من مجهوده، و هيقول لك هات. فلا يا جماعه، دلوقتي وانت في الجامعه اي كلمه تسمعها خش دور عليها،
اسال الدكاتره عندك، اسال الناس، بس ما تخليش حاجه تعدي على مسامعك كده وتنفض لها وتخليها كده ولا كأنها ليها لازمه. ده غلط، غلط تماما. ولازم تبدا تبقى عارف ازاي تسيرش على الحاجه. اصلا انت انت اصلا كستودنت في انجينيرنج اساسا، انت اصلا لازم السكيل بتاعت الريسيرش عندك دي تبقى كويسه اصلا. مم. دي حاجه ضروريه. انت ما ينفعش اصلا ما تبقاش ريسيرشر. ليه بقى مم. كمان؟ في دلوقتي في الشغلانات هتلاقي يعني اغلب الميكانيكال ديزاين انجينيرز بيشتغلوا في ار ان دي سنترز. اه. فار ان دي ده عباره عن ايه اصلا؟ هو ريسيرش اند and ديفلوبمنت. development. فهو اصلا انت شغال في حاجه ريسيرش اند ديفلوبمنت، فانت لو مش بتعرف تريسيرش اساسا انت مش هتعرف تبقى معاهم. يعني الريسيرش مم. العلم يتجزأ من الشغل بتاعنا. لان مم. انت في شويه فيزز كده قبل ما تبدا تشتغل في الكاد، لازم تريسيرش ولازم تعرف الحاجه دي هتشتغل ازاي، ولازم هتشوف تسلكت ازاي وتعمل. مفيش حاجه متقشره، مفيش حاجه جاهزه. خلي بالك انت بتشتغل ديزاين فروم سكراتش، انت بتشتغل مفيش حاجه قدامك، انت مفيش فكره مفيش حاجه قدامك هتقلدها، انت لسه بتبدا. فلازم طبعا يبقى عندك كل السكيلز اللي انت بتتكلم فيها دي طبعا. يعني فعلا يا باشمهندس والله ف... نقطة ففي حبينا ننوه الاخر عليها، بس يعني للشباب بس الصغير ننوه انا عليها حابب بس. بس اتفضل اتفضل. لا كنت اقول بس حبيت ننوه عليها، بس النقطة بتاعت الريسيرش بس ننوه عليها كمان. اه البوزيشن اللي حضرتك قلت عليه بتاع الريسيرش اند ديفلوبمنت، فكرة كمان ان انت بتعمل ريسيرش، زائد كمان ان لو في عندك ديزاين وازاي تطور فيه، ما انت هتطور فيه بناء على ايه؟ ما انت كده كده ما عندكش النولج الكافي انك تقعد تطور. انت بتعمل ريسيرش، بتوصل لنقطة وتشوف نقطة هنا وتشوف ريسيرش هنا وتشوف بحث هنا، الحاجات دي كلها دي تساعدك انك تعمل موديفيكيشن، تساعدك انك تطور وتعمل تعديل في البارت مثلا. بالظبط بالظبط بالظبط. تمام. آه، يعني في الاخر عشان اي حد عاوز يشتغل الشغلانه دي، فلازم يا جماعه تهتم بدراستك اللي في الجامعه، تهتم بالمشاريع اللي بتعملها في الجامعه. يعني انت هتلاقي الدكاتره دلوقتي يعني الحمد لله دلوقتي ما بقتش حتى شايف على لينكد ان حاجات بصراحه تفرح جدا. يعني بشوف كل الطلبه من اول تقريبا سنه اولى مم. بلاقيهم بيبداوا يشتغلوا بيعملوا بروجكتس، ايا كان بقى مم. بروجكت على الكاد ولا بروجكت فيزيكال حاجه يعملها. دي حاجه مم. كويسه جدا. الحاجات دي ما كانتش بتبقى مم. موجوده زمان على فكره. مم. فالحاجات دي بتنمي عندك سكيلز انت مش واخد بالك انها بتتنمى. ايه بقى هي السكيلز دي؟ في سكيل مهمه قوي 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 اللي هي بروبلم سولفنج سكيلز، ان انت بتعرف تحل مشاكل. خلي بالك مم. انت وظيفتك كمهندس ان انت تحل مشاكل اصلا. انت موجود اصلا عشان في مشكله. دي حقيقة. هو البرودكت اللي انت عامله ده بتعمله ليه؟ عشان تحل بيه مشكله. فهو بقى هي دي وظيفتك. ف... 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 فدي من ضمن الحاجات اللي انت بتتعلمها وانت مش واخد بالك في بقى مم. مشاريع الكليه. فلو بتشتغل مثلا جنب الكليه بتعمل اي حاجه بقى فريلانسنج او ايا يكن ايه هي، كل الحاجات دي بتنمي عندك شويه سكيلز كده انت مش واخد بالك منها. من ضمن السكيلز برضو اللي انت المفروض تنميها جنب البروبلم سولفنج وجنب الريسيرش وجنب ان انت تبقى المايند سيت بتاعتك تبقى تبع الديزاين ثينكينج، الكوميونيكيشن سكيلز، ان انت تتكلم مع حد. الحته دي ضروريه جدا. الحته دي ضروريه ان انت اصلا تقدر تتقبل في انترفيو. خلي بالك دي حاجه ضروريه ومن ضمن السكيلز ان احنا كمهندسين اصلا مفتقدينها. مم. كتير قوي من المهندسين تلاقيهم ما يعرفوش يتكلموا مع حد. تتكلم معاه تحس ان انت بتتكلم مع واحد م م م غير لما تتكلم مثلا مع حد اتش ار مثلا، او تتكلم مثلا مع حد مش باك جراوند مهندس. لا بتلاقيه مم. عارف يتكلم ويتواصل وبتاع، لكن اه. المهندس تحسه كده ان هو عايش في قوقعه لوحده. دي ده حقيقة فعلا. غلط، ده غلط. لا دي احنا حقيقة. لازم الكوميونيكيشن سكيلز تتنمى جدا. والكوميونيكيشن سكيلز بقى والسكيلز السوفت سكيلز اللي احنا بنتكلم فيها دي، دي من اهم الحاجات اللي الشركات اللي بره مصر بيختاروا بناء عليها. دي انت حقيقة. متخيل بقى؟ مم. هو لا فارق معاه التكنيكاليتي بتاعتك في اي حاجه، هو فارق معاه المايند سيت اللي جاله دي عامله ازاي. الشخص اللي جاي له ده هيعرف يشكله في خلال سنتين ثلاثه ولا مش هيعرف؟ اه. تمام يا ف... باشمهندس، كمان فهي نقطة دي من مهمة اهم الحاجات. وعايزين نتكلم فيها.